التالت ده بقى متضاف له لون بقى وش، يعني متضاف له لون وش. عليكم او صباح الفل مساء الفل حسب ما هتشوفوا الفيديو. الفترة الأخيرة نزلنا طبعا معجنات كتيرة جدا بدقيق الحبة الكاملة. في تعليقات او كتير، طبعا الفترة اللي فاتت ما كانتش احسن حاجة، التليفون باظ، حاجات كتير قوي حصلت، فالله المستعان ما كنتش عارفة ارد على التعليقات ولا حتى ليا خلق ان انا ارد. المهم بنعمل دي الحبة الكاملة زي ما انت بتقولي وزي المقادير، بيطلع مش عارفة مش نافخ، بيطلع مش عارفة مكتوم، بيطلع كلام كده كتير. تمام. هل العيب في الطريقة اللي انت اخدتيها منه المقادير؟ لا طبعا، العيب في نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. جبتكم هنا في الاضاءة الطبيعية علشان تبان قدامكم اوضح، لان ده شركة تمام ودي شركة، وحتى الردة برضو جايبه لكم اللي انتوا بتشتروها دايما. خلاص كده. الفترة اللي فاتت معظم الكلام يا امل احنا بنعمل نفس الوصفة والعيش ما بينفخش، العيش مكتوم، العيش مفرول، كلام كده كتير. طيب هل العيب من المقادير اللي انا مديها لك؟ لا، الوصفة بفضل الله بتكون مجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة قبل ما تنزل لك بالمقادير المظبوطة. طيب ايه الفرق بقى؟ نوع او ايه الاختلاف اللي عندي او عندك؟ هو نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه. حتى معظم التعليقات الناس الصعايده او الفلاحين اللي كانوا قالوا احنا جبنا القمح وطحناه بقشره، النتيجه طلعت زي امل بالظبط. اما بتاع السوبر ماركت او العطارات لا، بيطلع معجن وملبك كده. تمام. تعالوا كده نشوف اول حاجه اللي انا كنت بستخدمه. انا في البلد عندنا قلت لهم انا عايزه هوريكم دلوقتي حتى الرده تختلف، الرده نفسها بتختلف. قلت لهم انا عايزه القمح بقشرته، ما تشيلوش منه اي حاجه، لان يا جماعه مطاحن في البلد عندنا بتدخل القمح بالقشره، بتطلع القشور بتاعته لوحدها، الرده الناعمه لوحدها، الصفيره حاجه اسمها الصفيره او اللي بيسموها دلوقتي جنين القمح لوحدها، كل حاجه بتطلع لوحدها. مش عارفه الصفيره هي جنين القمح ولا حاجه تانية. المهم فهم جابوا لي الدقيق لوحده وجابوا لي الرده لوحدها. لو كانوا مخلوطين ما كنتش هضيف رده، لانه كده كده في الرده بتاعته مطحون بالقشره بتاعته. فاصبح ان انا بحط مكيال من دقيق الحبه الكامله عليه نص مكيال من الرده الصلبه بتاعته. تعالوا اوريكم اول حاجه فرق بس الرده اللي هي بتاعت اللي انتوا زارعينها وجايبينها متاكدين منها وبين الرده بتاعت العطارات. تمام اهي، دي بتاعت القمح بتاعنا خلاص، ودي بتاعه العطاره. تمام كده. او السوبر ماركت ايا كان انت بتشتري من فين، بصوا لي على الصلابه بتاعه الرده. تمام. بصوا جايبينها من ارضنا مزروعه، تحسوها صلبه، رده صلبه. دي بقى مجرد رغم ان هي صلبه وكبيره، مجرد ما بتشرب ولونها فاتح كمان، يعني حتى فرق الوان، في فرق لون. دي مجرد ما بتشرب الميه بتطرى خالص، وبتضطر بالتالي معاكي المعجنات. حتى هتلاقي معظم المعجنات الجاهزه الغاليه طريه جدا. محدش يقول لي ما بتتعجنش، بتتعجن وكل حاجه، بس اهم حاجه هم اصلا مستخدمين نوع الدقيق ايه. فلو كان نوع دقيق قمح اصلي مش مغشوش تمام، بتطلع النتيجه زي ما بتشوفوها في الفيديوهات بفضل الله. ومحدش يقول لي انت ضايفه دقيق ابيض، لان انا اللي بعمله معاكم باكله في بيتي، يعني انا بعمله علشان انا محتاجاه في البيت، فاكيد مش هرهق نفسي في تصوير ساعات وبعد كده اشتغل لبيتي ساعات تانية. مفيش، مش سوبرمان انا ماما. تمام. بصي بقى اختي في الله، شايفين الرد عامله ازاي؟ دي اللي احنا جايبين القمح ومطحون بالقشره، دي القشره بتاعته تحسيها صلبه كده وكبيره. دي بقى بتاعه السوبر ماركت، بتاعه العطاره، ايا كان. شايفين نعومه الرده دي؟ الرده دي في معظم الدقيق الجاهز اللي انا هوريه لكم دلوقتي، اللي دي مهما تحطي منها على الدقيق تمام كده بتلاقيه عامل زي ملبك معسل، عامل زي خليه النحل كده. تلاقي الرغيف بعد ما انت عملتيه مش ناعم كده من فوق، ما بينفخش كده معاكي بسرعه، تلاقيه مكتوم، وفي نفس الوقت في زي تشققات كده من فوق. مهما تديها ميه، تديها ميه كل ما تلزق معاكي ما تعرفيش حتى تلميها بعد كده. تمام. يبقى دي الرده الاصليه، ودي اللي هي ما نعرفش، مش عارفه بصراحه يعني. دي الحبه الكامله اهو، تحسوا لونه مدي الصفار شويه، لان هو مش شايلين منه الصفيره بتاعته، انا اخدته منهم كامل، دقيق قمح كامل. مهم. تعالوا بقى، دول نوعين، انا كاتبه كل نوع الاسم بتاعه هنا علشان في نوع منهم انا هرميه اصلا مش هستخدمه تاني، اللي هو ده. تمام كده. دول نوعين، يعني حتى بتاع المصانع كل مصنع بيعمل بمزاجه. في مصنع امين شويه فيعمل المقادير مظبوطه شويه فيحط ردها معقوله شويه، وفي تاني مالوش علاقه بالمواضيع دي، يعني هو عايز يكسب بس. فهنحط كده دي من مصنع ودي كمان من مصنع. تمام اهو. عايزاكم اول حاجه تبصوا الفرق، ده محطوط له رده كتير قوي من ده، يعني باينه قوي ان ده محطوط له رده كتير، اللون بتاعه باين خلاص.
نقفل ده. بصوا بقى، دي مصانع شركات، كل واحد ولونه وكل واحد ومزاجه. شايفين؟ تحسوا ان فيها رده ناعمه كتير. شايفه اهو. فبالتالي لما تيجي تشتري دقيق حبه كامله، دوري دايما على الاكياس اللي تكون شفافه شويه، انت شايفه نوع الدقيق من جوه، او انت بقى مع التجربه وتلاقي ردتها يا بنات خشنه زي دي، صلبه كبيره، مش الناعمه بتخلي العيش يلبك ويلزق منك. في ناس قالوا لي طيب ما نجيب الدقيق الابيض العادي ونحط عليه رده وكده عملنا دقيق الحبه الكامله. هقول لك قلب اختك لا طبعا مش هو. الدقيق الابيض العادي ده بيخش بمراحل كتيره جدا وبيتضاف عليه مواد كيميائيه كتيره جدا علشان يوصل لمرحله تبييض وحاجات كتير، ويتشال منه كل الرده اللي فيه والمعادن وكل حاجه فيه. اما دقيق الحبه الكامله، الرده اللي موجوده فيه او الرده الصلبه اللي موجوده فيه، فدي تعتبر ملين طبيعي، بتحسن الهضم، بتغذي البكتيريا النافعه. ولو بنعمل دايت او غيره فده بيخليكي تشبعي يعني بسرعه. العيش بيخليكي العيش تقيل، بتشبعي منه بسرعه، وبيقلل امتصاص الدهون اللي انت بتدخليها مع الوجبه. والناس اللي عندهم السكر والقلب بيستخدموا الرده ده من زمان جدا، فبرضه بيظبط سكر الدم، بيقلل الكوليسترول، بيحمي كمان القلب. من ناحيه بقى الفيتامينات والمعادن، فهو بيكون مليان بالحديد والمغنيسيوم والزنك والسيليوم، مش عارفه ان انطق الاسم كويس، وفيتامين بي. تمام. ده دقيق الحبه، ده دقيق الحبه الكامله. غير الدقيق الابيض بيبقى متشال منه معظم، مش هقول لك ان هو مضر ومش مضر، يعني احنا في الدايت زمان كانت الدكاتره بتكتب لنا نص رغيف من العيش البلدي بتاعنا العادي، كنا بناكله ما يحصلناش حاجه. وما زلنا ساعات بنعمل وصفه كده في النص. ايوه الحمد لله التزمنا باللي احنا مشينا عليه وارتحنا عليه بفضل الله، وجسمنا كمان نزل عليه. ولكن ممكن نعمل خارجين خروجه نعمل بيتزا بدقيق ابيض في النص، يعني ما فيش اي مشكله، ما بيحصلناش اي حاجه. او اعراض بسيطه بحكي لكم عنها بعدين. المهم دلوقتي طيب الناس بقى اللي بتجيب القمح، جابت القمح اللي هو البليله وبدات تطحنه في البيت علشان تقول لك ده دي قمح، يعني دي حبه كامله. اولا القمح متشال منه القشور، يبقى انت كده ما عملتيش حاجه. روحي هاتي بقى من الاكياس وريحي نفسك وزي ما تيجي. دي الحبه الكامله الاصلي مطحون بالقشور او القشره الصلبه بتاعته، قشوره بتبقى بالشكل ده. تمام كده. اما تجيبي لي بليله وتطحنيها لا طبعا. وفي ناس تقول لك انا جبت البليله او القمح في البيت وطحنته وما ادانيش نفس نتيجه المعجنات بتاعتك. هل انت مطحنه يا اختي في الله؟ هل انت طحنتي الدقيق لدرجه ان انت نعمتيه بودره زي ده؟ مطحنه ايه؟ قولي لنا اسم المطحنه اللي عندك عشان نجيبها. مش هتوصلي للمرحله دي، وعشان توصلي هتحرقي 1000 جهاز قدامك، 1000 جهاز مطحنه خلاط عندك هيتحرق، مش هتوصلي للنعومه دي مستحيل في البيت. ولو ما وصلتيش لده وكان اللي انت طحنتيه اصلا خشن مجروش، هيديكي زي العرق بتاع الدقيق، العرق بتاع الخبيز اللي بيخلي الرغيف مثلا ينفخ او يخليه طري بعد كده. منين يعني؟ احنا لما بنحب نعمل حاجه قطنيه هشه بنختار الدقيق الابيض لانه اكتر نعومه واكتر طراوه. انت فاهماني؟ فمستحيل ده يتعمل في البيت. ما تجيبيليش حد يقول لي ده انا جبت البتاع وطحنته ونخلته وبليته فيش الكلام ده، يعني فيش الكلام ده خلاص. تعالوا بقى نعمل اختبار بسيط جدا جدا بين الثلاث حاجات. يعني انا حاجه فعلا صح، اي حد حبايبك في الفلاحين او الصعايده وصيهم، عندكم قمح زي كده تاخدي منهم، مش عارفه اردب جدتي قالت له ولا اسمه ايه زي كده، وانت تعمليه. فانا هاخد مثلا من دي اهي معلقه مليانه من الدقيق، ده دقيق الحبه الكامله، عليه نص مقدار من الرده، وهنكتر رده شويه مش مشكله خالص. تمام. هقلبه كويس جدا. ده اللي احنا زارعينه اهو نفس الرده بدقيق نفس المعيار، يعني معيار دي قصاده نص رد، وانا دي معلقه برضو ونص نفس المعيار اللي انا خدته هنا. كده كده دول مخلوطين. وهحط من الشركه الثالثه معيار ونص برضو، معلقه ونص. والاختبار ده بنعمله ونسيبه تقريبا ربع ساعه. وده من احد قرايبنا الله يبارك له اللي بيزرع بقى وفاهم في الحاجات دي. خلاص ده قد مقدارها بالظبط، بسم الله قد بعض. المفروض ما كنتش حاطط كل الدقيق ده بصراحه، بس مش مشكله يعني. نزود جايباه واثقه منه ومزروع في ارضك حبيبه قلب اختك، فاهو تمام. يعني ما شاء الله حتى بيدي تفاعل من غير حتى خميره ولا اي حاجه يا شيخ. تمام. ممكن يا رب. تمام اهو اصلي. بصوا من هنا ومن هنا. تمام. طيب ده هنسيبه شويه وهرجع اقول لكم، يعني سيبه 5 دقايق بالظبط كده وارجع لكم. معدى عليه 10 دقايق بالظبط، والله نفس اللي هو قاله لي. بصوا بقى الدقيق الاصلي بعمل زي السريلاك، زي ما هو ما اتغيرش، هو كله رد اهو من فوق، وتحسيه كمان عمل فقاقيع كانه اختمر كده، فاهماني؟
وكل رده عادي جدا، لا فصل ميه ولا اي حاجه. تمام تمام كده. بصوا بقى ده، مع ان الدقيق ده انا بستخدمه ساعات يعني عادي. بصوا مفيش في وشه رده كتيره، مفيش في وشه رده كتيره وسايل يعني. شايفين دي الحبه الكامله. احنا ليه بنزود ميه؟ علشان كميه الرده اللي فيه لو كانت اصليه مش مغشوشه بتشرب الميه دي، وده اللي حصل في الدقيق الاصلي اهو. اما الدقيق التاني اللي بيكون كله الوان، للاسف انتوا بتتغروا باللون قوي. ايه ده، هو انت عاملاه فتح يبقى مش دي حبه كامله؟ والله انت حره بقى، مش همشي كل واحد اقول له ربنا دي حبه كامله، لا. شايفين اهو سايل يعني. هو فين الميه؟ هي فين الرده اللي الميه المفروض تشربها؟ هي فين؟ هي فين؟ تمام. التالت ده بقى متضاف له لون بقى وش، يعني متضاف له لون وش، اضاف له لون وش. مفيش. فين الرده اللي الميه شربتها؟ فين المي؟ فين الرده فين الرده اصلا؟ هي الرده فين؟ الرده مش موجوده. ما تفهموش بقى دي، هل دي رده دي وملونينه هي ايه؟ احنا ما نعرفش. لكن هو ده الاختبار اللي يقولك ان الدقيق بتستخدميه هو ده. تمام. اختبار تاني وعملناه مع بعض قبل كده، بعد ما تخبزي العيش بتاعك لو عايزه تطمني اكتر، بتاخدي حته منه كده صغيره في شويه ميه وتهريهم، يعني تدوبيهم او تنقعيهم في الميه كده لمده دقيقه، بعد كده تحاولي تعصريه. لو عصرتيه وطلع فتافيت صغيره، فتافيت رده، يبقى ده يعني اخبزي وانت مطمنه. لا انت عملتيه وطلع حته عجينه صلبه في ايديكي، يبقى ده برده ايه؟ دقيق ابيض ومتضاف له الوان وشويه رده، ويلا خلي الناس تاكل يعني. بصوا اهو ده متضاف له لون وش، متضاف له لون. مفيش. عارفه لو الميه دي بقت تقيله زي ده هقول لك اه تمام حلو اصلي، لكن ده ميه. فين الرده؟ مفيش رده، في لون. فتتغروش بقى بحته ان المعجنات غامقه فهو ده الاصلي وهو ده صح. لا هو مش صح، هي مش صح. مين قال ان دي الحبه الكامله غامق؟ شوفوا حبيبه قلب اختك المعجنات الجاهزه بدي الحبه الكامله بتبقى طراوتها عامله ازاي، بتبقى لونها عامل ازاي. ايوه في انواع بتبقى بني شويه، وده ما فيش دقيق بني اصلا يعني، نختصر ما فيش لون بني كده. بيحطوا معزز لون او بيحطوا لك اي حاجه تانية احنا ما نعرفهاش، لكن ما تقنعنيش ان دي حبه كامله وميه كده. فين هو حبه كامله؟ يعني رده، يعني رده. فين الرده؟ رده يعني هتشرب ميه، محتاجه ميه زياده. فين الرده بقى؟ بصوا هنا اهي، شايفين يعني. ودي كوبايه كبيره كمان يعني، دي كمان الكوبايه الكبيره انا حاطه في الصغيرين التانيين، والكبيره حاطه فيها بس. وادي طبعا فرق اللون كمان من قريب يعني اهو. شايفين؟ تحسوا في رده، ولكن لون الدقيق نفسه، لون الدقيق مش كده. القمح الكامل لونه مدي كده الاصفر، يعني لو نخلتيه من الدقيق من الرده بتاعته هيديك لون مصفر كده شويه. خلصت معاكم الفيديو وعجنت كده شويه من العيش. وعايزه اقول لكم ان انا خلطت كمان شويه من دقيق الاكياس الجاهز مع دقيق القمح الكامل اللي موجود في بيتي، ودي كانت النتيجه. وعايزه اقول لكم كمان ان العيش اختمر فقط، وبعد ما فردته وخلصت فرد كل الكميه بدات اخبز على طول، ما سبتهوش كمان لما يرتفع ويتضاعف حجمه. واللهم بارك العيش طلع طري جدا، الجزء اللي فوق قد الجزء اللي تحت. فقبل ما تعملي اي وصفه اسالي نفسك اللي انت بتستخدميه ده هل هو كويس ولا مغشوش، علشان في حد كمان كان بيقول لي العيش طلع حلو ولكن مر. فمر دي عمري ما سمعتها، رغم ان انا المره دي نسيت اصلا احط ملح تماما. طعم العيش طالع عادي ما فيهوش ملح، ولكن مش ممرر. ما فيش دقيق في الدنيا هيمرر الا لو كان متضاف له حاجه احنا ما نعرفهاش. اساسي في عجينه الحبه الكامله، هقولها مره واثنين وثلاثه وعشرة، العجينه لازم تكون بتلزق في ايديكي علشان كميه الرده الكتيره اللي موجوده تتشرب سوائل براحتها، فتديني الطراوه والنعومه اللي انا بشوفها بعد كده، وما تكونش مفروله او ناشفه معايا. وبكده الفيديو خلص، مع السلامه.